النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن صحابي جليل، واحد من العشر المبشرين بالجنة. لقبه سيف الله المسلول. بنتكلم عن مين؟ بنتكلم عن خالد بن الوليد. نسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. خالد بن الوليد كان اسمه خالد بن الوليد ابن المغيرة، ابن عبد الله، ابن مخزوم، ابن يقظة، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب. طب كان يكنى بإيه؟ بأبي سليمان. أمه هي لبابة بنت الحارث. خالته كانت أم المؤمنين رضي الله عنها، زوجة النبي السيدة ميمونة بنت الحارث. مدح الرسول عليه الصلاة والسلام قائلا: نعم عبد الله خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله. أما عن إسلام خالد بن الوليد، خالد بن الوليد أسلم قبل فتح مكة. كان خالد بن الوليد كان والده سيدا في قريش، ولقب بريحانة قريش. طب نسبه مع النبي عليه الصلاة والسلام يلتقي نسبه مع الرسول بمرة ابن كعب. خالد بن الوليد عليه الصلاة رضي الله عنه كان حريص جدا ان هو يعلم ولاده استخدام الأسلحة والحروب والفروسية. خالد بن الوليد قبل إسلامه كان من أشد أعداء الإسلام ومن أشد الأعداء للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما ربنا شرح قلبه للإسلام فبقى النبي أحب الأشياء إليه ودين الله، لدرجة إن هو خالد بن الوليد كان بيدي العطايا والهدايا لأشراف العرب، وكان بيفضل الناس على نفسه طمعا في نيل الأجر والثواب من الله عز وجل سبحانه مغير القلوب. خالد بن الوليد عليه رضي الله عنه كان ليه صفات حلوة جدا. اتصف بالشجاعة والكرم والجود. طب ايه سبب اسلام خالد بن الوليد؟ سبب اسلام خالد بن الوليد اخوه بعت له رسالة قال له فيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام بيسأل عنه، وان هو احسن له انه يكون في صفوف المسلمين بدل ما هو مع صفوف الكافرين. فعلى طول خالد بن الوليد عمل ايه؟ خد فرسه واتجه للمدينة المنورة. بس خالد بن الوليد ما راحش لوحده، خد معاه مين؟ خد معاه عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة ابن ابي طلحة. وصل للرسول عليه الصلاة والسلام، واليوم ده كان في شهر صفر سنة 8 هجريا. راح للرسول عليه الصلاة والسلام وأعلن الشهادة قدام النبي، وطلب من النبي إن هو يستغفر له. فاستغفر له الرسول عليه الصلاة والسلام، استغفر له. وكان الكلام ده كان سنة 8 هجريا، كان عنده ساعتها 40 سنة. خالد بن الوليد شارك في حوالي 100 غزوة ومعركة، من ضمنهم غزوة مؤتة كان فيها خالد بن الوليد أحد الجنود. لما توفى القادة الثلاثة، خالد بن الوليد سلمت ليه الراية، فحاول خالد بن الوليد ان هو يخرج المسلمين من القتال بأقل الخسائر. طب عمل ايه؟ أعاد ترتيب الجيش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني خلى الفئة الميمنة ميسرة والفئة الميسرة ميمنة، واللي في الأمام في الخلف. طب ده بيعمل ايه؟ ده بيوهم العدو اللي قدامك ان جايلك مدد تاني، فخلى العدو اوهمهم ان هم جه مدد من المسلمين ليهم. طب يعمل ايه؟ ده بيعمل قلق. لما انا بخلي الناس تختلف بيفتكروا ان في ناس جديده جت، فبيعمل ده حبه من القلق عند الناس، وممكن يؤدي ان هو الانتصار كمان في المعركه. طبعا الحرب خدعه. خالد بن الوليد قلنا شارك في 100 غزوه ومعركه، من ضمنهم معركه اليرموك، وكمان فتح مكة، وغزوة مؤتة، غزوة حنين، معركة دوما الجندل، يوم اليمامة، يوم مقتل مسيلمة الكذاب، حروب المرتدين، ذات السلاسل، المزار، فتوحات العراق والشام، معارك دمشق وحمص. خالد بن الوليد يقال انه توفى في المدينة، ويقال انه توفى في حمص، بس الأكيد ان هو توفى سنة 21 هجريا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وكان زعلان جدا وكان بيبكي لأنه مات على فراش المرض وليس شهيدا في معركة أو غزوة. سبحان الله، كل اللي مزعله ان هو بيموت على فراشه مش في غزوة. رحم الله